إنها العافية أن ينشغل المرء بنفسه وبأفكاره وبأحلامه، وأن يكون وقته ضيقا لا يتسع للتفتيش عن الآخرين. المقولة دي الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه هو اللي قالها. المقولة دي كنز، لو كل حد فكر فيها بعمق شوية وطبق الكلام اللي فيها حياته هتفرق معاه جدا. طيب أنا لما انشغل بنفسي ايه اللي هيحصل لي؟ ايه العافية دي؟ هيحصل ايه في حياتي؟ هستفيد ايه؟ ده اللي انا هقولهولك دلوقتي، وبعد كده هقولك تعملي ده ازاي، تطبقي ده ازاي. بس الاول اعرفي ايه اللي هيحصل لك لما تعملي ده عشان تتشجعي وتطبقي. اللي هيحصل لك لما تنشغلي بنفسك هيحصل لك هدوء نفسي رهيب. ممكن انت دلوقتي تكوني بتسعي ليه بكل الطرق ومش عارفة توصلي له، ومش عارفة تحطي ايدك على السكة اللي توصلك ليه، ودي اول طريق عشان يوصلك للهدوء النفسي. هيبقى عندك سلام داخلي فظيع بجد، ناس كتير قوي بتتمناه. هتبقي واحدة راقية في تعاملاتك، هتبقي كلامك مع الناس راقي، اختياراتك للعلاقات اللي في حياتك راقية. طبعا ده مش هيأثر عليكي لوحدك، هيأثر عليكي وعلى المحيط اللي حواليكي وعلى أولادك. انت كل الثقافة اللي بتبقى عندك انت هتنقلها لهم بعد كده، وأكيد بتساعديهم في اختياراتهم برضو، مش بتسيطري عليهم بس بتساعديهم. فكتير مننا شبه أهاليه فهم هيبقوا شبهك، فكل الرقي اللي انت فيه ده هينعكس على حياتك وعليهم برضو. هتبقى اختياراتك واضحة جدا، هتبقى حدودك مع الناس صريحة ومريحة لما تقدري تحطي ده، واللي انت مش عارفة تحطيه دلوقتي هتحطيه لما تنشغلي بنفسك. كل ده هيعمل لك سعادة، انت بجد هتعيشي في سعادة، هتعيشي في دنيا كده لوحدك مالكيش دعوة باللي بيحصل حواليكي. مش هيفرق معاكي اي حد، مش هيفرق معاكي وجود ناس في حياتك او لا، مش هيفرق معاكي هم كويسين معاكي او لا. هتطلعي من دوامة انك دايما بتجري وعشان ترضيهم وعشان تسعي ان هم يبقوا كويسين معاكي في دوامة كده انت اصلا مش هتشغلي دماغك بيها وهتطلعي منها. ويمكن كل الحاجات اللي انت نفسك فيها دلوقتي تتحقق لما تعملي ده. ازاي؟ مش عارفين المثل اللي هو يعني او مقولة كده بتقول ان كل حاجة بتجري وراها مش هتيجي، يعني بطلي تجري ورا الحاجة دي وهي تجيلك. هو فعلا العلاقات اللي انت نفسك تتظبط او الحاجات اللي في حياتك اللي نفسك تحصل لك ممكن تحصل لك لما اصلا تسيبيها وتنسيها من دماغك وتطلعيها وتنشغلي بنفسك انت وبس. لما تنشغلي بنفسك هتبقى سعادتك متعلقة بحاجتين بس ملهمش تالت، ربنا ثم انتي. مهما كانت بقى ظروف حياتك، بتشتغلي او لا، ولادك صغيرين ولادك كبار، طب ولادك اتجوزوا وانت بقيتي لوحدك حاسه بوحده، طيب اي حاجه ايا كانت ظروف حياتك، انت مش الظروف هي اللي هتتحكم فيكي. انت هتقدري تلاقي سعادتك في وسط كل الحاجات دي، وهتعرفي تلاقي حاجه تسلي نفسك بيها وترتقي بيها. ولو لقيتي الحاجه دي صح هترتقي كمان اصلا عند ربنا، فهيحصل لك كده سلام داخلي نفسي رهيب. طبعا انا قلت لك في الاخر هقول لك انت تحققي ده ازاي، وهقول لك بالظبط الخطوات اللي تعمليها عشان توصلي لده. ويمكن انت من جواكي تكوني مفكره ان الدنيا صعبه او الخطوات دي حاجه كبيره محتاجه مجهود او محتاجه حاجه كبيره انت ما تقدريش عليها او حياتك مش ملائمه ليها. بل بالعكس، لا، اللي انا هقوله لك ده سهل وبسيط جدا 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 اصلا وعادي انك تعمليه. هو بس محتاج انك تغيري نظرتك انت لبعض الحاجات بس، مش محتاج منك اي مجهود. هتلاقي نفسك خرجتي كده من دايرة انت ممكن تكوني بتلفي فيها، وجهد مبذول بجد انك ترضي ناس وشغله نفسك بيهم، مع انك انت من جواكي لو فكرتي مع نفسك دقيقة بس هتعرفي ان الناس دي ناس مزيفة. وحتى لو انت حاسة ان انت مش متقبلة نفسك، مش متقبلة ظروفك، مش متقبلة اي عيوب فيكي، مش متقبلة وحدتك، ممكن مثلا ظروفك العائلية خليكي مثلا حاسة انك وحيدة، يمكن الدنيا مدياكي المناسب ليكي، او الدنيا مدياكي اللي انت محتاجاه فعلا. يعني ان انشغالك بنفسك ده هيغير فكرتك دي، ان الدنيا مدياكي اللي انت فعلا محتاجاه مش اللي انت عايزاه. يعني مش هتزعلي على حاجه فايتاكي، بمعنى اصح هتعرفي ان كل اللي انت فيه ده هو كان الصح ليكي. فانا عاوزاكي تهتمي بتغذيه روحك زي ما احنا بنقول. يعني انت لو عندك بيبي مثلا، انت بتاخدي بالك منه من كل التفاصيل، بيبقى عندك طاقه انك تاخدي بالك من صحته الجسديه وتغذيته ونظافته، وكل شويه بتحميه وتغيري له وتلبسيه وتعمليه ومش عارفه مين، بتلاقيه في احسن صوره وفي احسن حال. يمكن المراحل الاولانيه دي بتلاقيه فعلا في احسن حال على قد ما تقدري بتعتني بيه. انت جربتي تبصي نفسك شويه على انك مثلا زيه، او اكنك البيبي ده رعايتك ليه دي كلها جربتي مره تديها لنفسك؟ يعني تاخدي بالك من نفسك في كل حاجه ميكي انت بس، تفصلي نفسك عن العالم اللي بره، تفكري فيكي في تغذيتك وفي جسمك وفي شكلك وفي نفسيتك انت بتقعدي تقري له كمان كتب، وبتقعدي تسيرشي وبتقعدي تسالي وبتقعدي تعملي عشان قدامك امانه، انت بتحسي ان في امانه في ايدك انت عايزه تطلعيها في احسن صوره. طب انت بصيتي لنفسك على انك انت الامانه دي،
عشان برضو تطلعي نفسك في احسن صورة وتاخدي احسن نسخة من نفسك. فمن فضلك خدي بالك من نفسك شوية. واول خطوة انك تاخدي بالك من نفسك فيها ان انت لو عندك عيوب سواء في شخصيتك سواء في شكلك سواء في اي حاجة، ان انت تتعلمي تتقبلي العيوب دي. مش بقولك تغيريها، يعني مش بقولك دلوقتي مبدأ ان لو عندي عيب اغيره، لا، انت الاول لازم تحبي العيب ده وتتقبلي نفسك بيه وبعد كده تغيريه. ليه؟ عشان انا اصلا ممكن في مرحله تقبل العيب في عيوب مش هتتغير. في ناس بتبقى متضايقه من حاجات في شكلها، في ناس بتبقى متضايقه من حاجات بجد في شخصيتها او في اهلها او في حاجات انت مش هينفع تغيريها بجد حرفيا. فظروفك دي انت المفروض تحبيها الاول على ما هي، واللي ينفع يتغير فيها نغيره، مفيش اي مشكله. نسعى ان احنا طبعا نبقى الافضل. بس افرضي واحده هي مثلا متعقده في عيشتها ان هي مثلا سمره، هتغير نفسها ازاي؟ لا، هي لازم تفهم نفسها وتفهم ان ده مثلا هو جمالها في كده. تتقبل عيبها الاول. انت بجد هتبقي حبيتي نفسك في اعلى ليفل لحب النفس ان انت الاول لو تقبلتي عيبك، وبعد كده العيب ده لو فعلا يتصلح نشوف هنشتغل عليه ازاي ونصلحه. وكل ما تلاقي نفسك احترمتي نفسك اكتر وقدرتيها، كل ما هتلاقي علاقاتك اتظبطت، حدودك مع الناس اتظبطت، قدرتي تحدي لهم حدود صح من غير اي معافره. انت بتفكري انك عايزه مجهود عشان تعملي ده، لا، انت هتلاقي نفسك عملتي ده بكل سهوله لو انت بس فضيتي دماغك وهديتي فتره كده وانشغلتي بنفسك وبس. عارفه الناس اللي انت دلوقتي ممكن تقعدي معاهم تلاقي نفسك بتلطشي في الردود، ما تبقيش عارفه تردي، مخنوقه متوتره، ابعدي عنهم لفتره، اسحبي نفسك لفتره، اقعدي كده مختفيه عن الناس فعلا لفتره، قللي العلاقات لفتره، هدي اعصابك، هدي جسمك. هقول لك في كذا خطوه تعمليهم كده في اخر الفيديو، هتهدي نفسك. بعد كده انت لما ترجعي انت هتبهريهم اصلا بشخصيتك وبردودك وبكلامك وبلبقتك لما تكوني اشتغلتي على نفسك شويه في الفتره دي. اشتغلت على نفسك وبس، ومش بشتغل على نفسي عشان ارجع تاني او عشان ابقى. انا بشتغل على نفسي عشان سلامي النفسي وسلامي الداخلي وبس. انت تحطي انت نفسك قدام عينك، هي دي اللي تفرق لك وبس، مش فارق لك اي حد تاني. ومش بعمل حاجه عشان حد، ومش بعمل حاجه عشان ابهر حد، انا بعمل حاجه عشان انا ابقى مرتاحه وانا ابقى مبسوطه. يعني عارفين اكتر حاجه مثلا دلوقتي بقت بتفرحني لما بعملها؟ ابسط حاجه، موقف عبيط، ان انا زمان كنت ممكن لو انا عايزه اعمل شوبينج شويه، كان اللي بيفرحني ان انا ممكن اكل اكله، او البس او اجيب لبس اكسسوارز مش عارفه ايه. لازالت الحاجات دي بتفرحني، بس انا دلوقتي اكتر فرحه ليا وانا بعمل شوبينج في الصيدليه. انتوا متخيلين؟ يعني في الصيدليه اللي هو النتيجه مش هتبان عليا قدام حد، بس انا مبسوطه. يعني انا بحب السكين كير والهير كير والفيتامينز ومش عارفه مين. يعني الصيدليات الكبيره شويه انا حرفيا بدخل اكني داخله مول، انا بقعد اتفرج على الارفف واشوف ايه الحاجات اللي عليها، وادخل على البيدجات واشوف ايه الفيتامينات النازله جديده وايه اللي مش عارفه ايه وايه. انا مبسوطه بده. ليه؟ مين اللي هيستفيد؟ الموضوع ده هيبان بره، يعني هينعكس عليا قدام حد فهيشوفوه؟ لا، انا اللي هبقى كويسه، انا اللي هيبقى شكلي حلو. مثلا ما انا محجبه، شعري ههتم بيه، انا بهتم لنفسي، لصحتي، لفيتاميناتي دي عشان نفسي، وهكذا. بقرا، بحاول العب رياضه، بحاول مش عارفه مين، محدش هيستفيد بالكلام ده اصلا غيري. فانت لما تلاقي نفسك مشغوله بنفسك افرحي بنفسك، على فكره اتبسطي، دي مش انانيه خالص. فجربي كده تعملي ايه، بجد تعاملي نفسك زي البيبي كده، تهتمي بيه من جميع النواحي زي ما احنا قلنا. انا ما كنتش بحب الاعشاب تماما، انا كنت بكره طول عمري لحد اخر سنتين اي اعشاب في الدنيا، ايا كان طعمها، ينسون بقى، حلبه، ما اعرفش ايه، عرقسوس، مش عارفه الكلام ده كله. انا كنت بكرهه حرفيا، ما كنتش بحب ان انا اتعب عشان ما اخدش الكلام ده كله. دلوقتي انا بعملها برضه مش حابه في طعمها، بس انا بحس ان انا بفيد نفسي، فبقيت اشرب مشروب الاعشاب ده وانا مبسوطه. انتوا فاهمين؟ لما تغيروا دماغكم حتى التفاصيل البسيطه دي انت في حياتك هتحبيها وهتتبسطي بيها. تفاصيل بسيطه صغيره في يومك هتتبسطي بيها. ليه؟ لان انت عارفه انها بتعود بالفايده عليكي. فبقيت اتفنن اصلا وبرده اقرا في الاعشاب، وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وده بالليل وده الصبح، طب ده مش عارفه ايه، وهكذا. فاخد اسبوع حاجه معينه، اسبوع تاني حاجه معينه. مفيش اي حاجه، اشغلي نفسك بحاجه بسيطه زي دي عشان ما تفكريش ان انت محتاجه حاجات كبيره قوي تعمليها. زي اللي بتقوم مثلا تتزوق من غير سبب، يقولها انت مثلا ممكن يكون زوجها مسافر، مش متجوزه بنت صغيره مش عارفه ايه، لا هي قاعده في البيت حلوه. طبعا بتكلم على البيت مش بره البيت. كون انك توصلي برضو انك انت لابسه كويس من غير اي سبب، من غير حد جايلك، من غير ما سبب بيكون عائلي، زوجك، الكلام ده كله، انت بتهتمي انك تبقي لابسه كويس، ريحتك حلوه، مستحميه، مسرحه، شكلك حلو، حاطه حاجات بسيطه في بيتك مش عارفه ايه، من غير اي سبب. اوصلي لدرجه الروقان دي. اشغلي نفسك بنفسك حتى بشكلك، تفاصيلك. حاجه مش عاجباكي في جسمك تقعدي تشوفي وصفات معينه تعمليها، تفتيح مش عارفه ايه ونعومه ايه والكلام ده كله. اشغلي نفسك بتفاصيلك، اشغلي نفسك بتفاصيل بيتك، عشان انت اصلا حتى لو في حياتك مفيش حد مهتم بيكي، وانت كمان ما اهتمتيش بنفسك ولا بتفاصيلك دي ولا حبيتي نفسك ولا حضنتيها فعلا، انت ممكن تلاقي نفسك واقعه في شلل وفي تجمعات وفي حاجات هي فعلا مستنقع.
هي فعلا مستنقع، انت ما تستحقيش اصلا انك تكوني موجوده في المستنقع ده. فانت اول واحده اهتمي بنفسك، سواء اللي حواليكي بيهتموا ما بيهتموش مش قصتنا دلوقتي. انت اهتمي بنفسك، اهتمي بمناسباتك، اشغلي نفسك بعيد ميلادك، حوشي له من دلوقتي عشان تجيبي لنفسك حاجه انت نفسك فيها وتفرحي نفسك في اليوم ده. اي مناسبه عندك في الدنيا، انت في العيد الصغير، في العيد الكبير، اعملي لنفسك طقوس وتفاصيل تفرحك. اخرجي من النكد، بلاش النكد اللي احنا معظمنا كده عايش فيه، لا بلاش ده. اعملي لنفسك تفاصيل، حتى اللي حواليكي مش مساعدك مش مهم، انت ساعدي نفسك بامكانياتك. عملتي اي نجاح في حياتك، اي خطوه عملتيها في حياتك، اي مشروع حابه ان انت تدخليه. في بنوته كانت كاتبالي من كذا فيديو كده ان هي عايزه تعمل تدي دروس، وقلت لها مثلا اعلني في الجروبات اللي في المنطقه بتاعتكم حواليكي ومش عارفه مين والكلام ده. وهي فعلا بدات، وكتبت لي بعدها ان هي بدات في الحوار ده ومبسوطه بنفسها قوي، وان شاء الله ناس تبدا تجي لها وتعمل الكلام ده كله. افرحي واعملي نجاح لنفسك، وافرحي باول خطوه تعمليها، وافرحي بالفشل اللي انت هتقعي فيه. ممكن تكوني بتحاولي في حاجه مش هي دي رزقك ومش هي دي نصيبك، بس هو بقى ما اسموش فشل. ليه احنا ليه بنسمي الناس بتفشل؟ يعني ما هي المحاوله اللي انت فشلتي فيها دي هي اصلا كانت محاوله لايه؟ محاوله للسعي، سعي في موضوع معين. يبقى انا كده مش فاشله، انا بعمل السعي اللي ربنا قال لي عليه. يعني احنا اصلا حتى مش المفروض نسميه فشل، بس هنقول ان السعي مش صح في الطريق ده. لان ليه؟ لان مش ده اللي ربنا كاتب لك الخير فيه. فممكن تقعي منه، بس انت اكيد اتعلمتي فيه حاجه وهتروحي لسكه تانية تسعي فيها. عادي، مش معنى ان انا اقع ان انا خلاص افضل واقع على طول، لا. انا خلاص انا خدت التجربه دي، استفدت منها. فما زعلش، حتى الفشل ده ممكن يكون اول طريق لنجاح في حاجه تانية. مين كان يعني معظم الناس برضو بيبقى اكبر ابتلاء في حياتها بعد كده بيكون سبب في نجاحها. اتعلم منها مثلا حاجات كتيره، مر بتجربه صعبه، طلع منها بخبره معينه، باي حاجه معينه علمته حاجات تانية في حياته. حتى اي حاجه وحشه انت مريتي بيها ما تزعليش، كل اللي فات ده خلاص مش بتاعك وكله عدى، لكن هتتعلم منه وده اللي هيأثر فيا في اللي جاي. اللي جاي كله بقى هو اللي بتاعي. اي حاجه بتعمل لي طاقه سلبيه اخرجها من حياتي عشان اعرف برضو ابقى هاديه الفتره دي واظبط حياتي كده. اي حاجه بتعمل لي طاقه سلبيه، لو السوشيال ميديا بتعمل لي طاقه سلبيه اخرجها من حياتي. انا ساعات ببقى من كتر السكرول بحس ان انا قايمه متضايقه وانا مش عارفه من ايه. ساعات انت ممكن تشوفي حاجات بجد تعمل لك طاقه سلبيه. فاي حاجه بسيطه، اشخاص في حياتك حواليكي، نظام روتين معين في بيتك، نظام اكل معين مثلا عايزه تغيريه، نظامكم بتطبخي كل يوم عايزه تطبخي يوم ويوم، اي حاجه عامله لك طاقه سلبيه حاولي تشوفي حل ان انت تغيريها. طيب لو عايزين خطوات محدده برضو نمشي عليها، مع انها خطوات بسيطه جدا والله. اول حاجه حاولي تظبطي يوم نومك عشان تكون مودك مظبوط. الناس اللي نومها مش متظبط ممكن يكون فعلا عادات غلط، سهر والكلام ده كله لخبطه بقى مع الاجازه، وممكن يكون فعلا جسمها ناقصه حاجات معينه زي المغنيسيوم مثلا. انا ساعات لما باخده بالليل فعلا بنام نوم عميق. ما جربتش الحاجات التانية زي الميلاتونين والكلام ده، لا مش عارفه قوي، بس انا هو ده بس اللي جربته فرق معايا. فحاولي تظبطي نومك، مش بقولك لازم تصحي من 6 الصبح و9 الصبح والكلام ده. حتى لو انت نظام يومك انك بتصحي متاخر شويه في الاجازه، في ناس جوزها بيبقى ورادي بيجي متاخر فبتضطر تصحى متاخر شويه، مش مهم. المهم على الاقل عدد ساعات النوم الكافيه تكوني اخدتيها. اكيد طبعا ان احنا نصحى الصبح بدري افضل وننام بدري والكلام ده كله، بس في ناس، مش انا عن نفسي مش قادره اطبق ده قوي في الاجازه. ممكن اعمله في المدارس بس فعلا حرفيا مش قادره، كل صيف على كده ومش عارفه. فعلى الاقل ما تبقي خدتي عدد ساعات النوم الكافيه عشان انت يبقى عندك طاقه. انا ساعات ممكن ما يبقاش ورايا حاجه قوي بس انا صاحيه بدري ومش واخده عدد ساعات النوم كويس يعني، فاصلا بيبقى جسمي وجعني من غير اي حاجه، بقعد طول اليوم بتشال من هنا اتحط من هنا، مفيش اي طاقه، اليوم بجد التحصيل بتاعه زيرو. فحتى عشان الف به انك تعملي اي حاجه في حياتك لازم تكوني مظبطه نومك. طيب بعد كده طبعا مش هينفع نتكلم عن اي حاجه غير ان احنا نتكلم عن علاقتنا بربنا في اليوم. حاولي تصلي صلاتك بهدوء شويه. يعني وقت الصلاه ده معلش هو ده وقت مهم جدا في حياتي، هو وقت ده اللي تشارج بقى اللي هيمشيني يومي كله. اللي هو اصلا لو الدنيا دي كلها انتهت بكره هو الوقت ده اللي قاعد لي، هم العشر دقايق دول اللي هينفعوني اصلا. كلنا مش عارفين اعمارنا امتى، فاللي هو في ثانيه، فهو ده الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش بقى يومك ما تمسكيش فيها وما تعمليهاش صح. دي بقى بغض النظر عن اي حاجه، حتى عن النوم، عن اي حاجه انا بكلمك فيها، دي لازم تمسكي فيها بايديك واسنانك. فوقت الصلاه خديه بهدوء، صلي بهدوء، بلاش الصلاه اللي هي ايه بسرعه 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 عشان البوتاجاز شغال وعشان مش عارفه الولاد جايه من الدرس وعشان مش عارفه مين. اظبطي نفسك، اظبطي العشر دقايق، اصل انت مش هتصلي في كتير برضو، ده هم 10 دقايق لو كل صلاه ولا يمكن اقل كمان، بس خديها بهدوء. حاولي تقولي اذكارك بعد الصلاه. اذكار الصباح والمساء دي مش حاجه اختياريه. انت لو جربتي مثلا دواء معين وانت عندك تعبانه من حاجه معينه وخففك، او لو جربتي فيتامين وحسيتيه ساحر واداكي نشاط وطاقه، هتسعي انك تجيبي الفيتامين ده طول عمرك، مش هتستغني عنه، هتحسي ان انت مش قادره تستغني عنه بجد. حتى لو بطلوا يعملوه هنا هتسالي عليه ناس بره لو هم مثلا مسافرين عشان يجيبوهولك، عشان انت بجد حسيتي بفرق في حياتك. هي دي بالظبط اذكار الصباح والمساء، كل اذكارنا عموما يعني، بس دول بالذات
دول فيتامين يومك، دول السحر اللي هيظبطوا لك يومك، دول اللي هيبعدوا عين الناس عنك، دول اللي هيحفظوكي، دول اللي انت بتدعي لنفسك طول اليوم في كل كبيره وصغيره. اذكار الصباح والمساء شامله كل يومنا، صحتنا وعقلنا، وبنستعيذ بالله فيها من كل حاجه، دول شاملين كل حاجه، فدول زي فيتامين ساحر كده ما ينفعش تسيبيهم بجد. فالاذكار دي اوعي 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 تتخلي عنها. صلاتك بهدوء ما تتخليش عنها، اقعدي اختمي الصلاه. اتكلمنا بعد كده قبل كده قصدي عن الجلوس الثمين، اللي هي الجلسه اللي انت بتقعدي تعمليها بعد الصلاه، دي بجد جلسه سحريه لازم تقعدي تعمليها، دي فعلا قاعده كده مش ببلاش، دي جلوس ثمين، فلازم تقعدي تعملي ده. عايزاكي تحطي نيه لكل حاجه انت بتعمليها في اليوم، ان هي تبقى خالصه لربنا، في ترويقك، في طبيخك، في اكلك، في وقفه المواعين، في كل حاجه افتكري ربنا في كل حاجه، عشان تعملي الحاجه دي بهدوء وببركه، ويبقى فيه هدوء اعصاب فيها، ما تبقاش الحاجه مشدوده ولا انت مخنوقه وانت بتعمليها. ممكن حالتك النفسيه لو وحشه تخليكي مش طايقه الاكل، انت واقفه تعملي الاكل وانت مش طايقه تعمليه. انوي ان الكلام ده كله لربنا، مش عشان الناس، مش عشان حد، حتى لو مضايقك، لو متخانقه مع جوزك اقفي اعملي الاكل وانوي ان هو لربنا، وهكذا. طيب جربي بقى، واهم حاجه اهم حاجه برضو هتعلي من روحك المعنويه قوي وتخليكي بجد هاديه وتفكيرك سليم، ان انت جربي تفتكري حاجات تمتني لربنا عليها. في حاجات كده ايه، زي ما بنقول كلاشيه بنقولها دايما، اللي هو الحمد لله ان احنا عندنا سمع، والحمد لله ان احنا عندنا بصر، والحمد لله ان احنا عندنا اجهزه جسمنا من جوه، الحمد لله الكلام ده كله. لكن هل انت فكرتي في الحاجات اللي بتحصل حواليك ان انت تمتني لربنا ليها؟ يعني الكارثه اللي احنا سمعناها عن مستشفى الشاطبي اليومين اللي فاتوا دول، المواقف اللي انا بقراها اللي بجد والله انا امبارح قعدت اعيط بعد، يعني قريت كده كام كومنت، والناس اللي في بقى ناس مجمعه بوستات وكومنتات، انا بجد دخلت في حاله ايه ده. يعني انا نفسي كان جسمي بيتنفض وانا بقرا الكلام المقرف ده. ازاي؟ طب انت بقى قريتي الموضوع ده عدى عليكي كده، ولا جربتي تحمدي ربنا وتمتني ليه لو انت ما اتحطيتيش في المواقف دي؟ هو اكيد كم كبير برضو الحمد لله ما اتحطش في المواقف دي. امتنيتي لربنا ان انت يوم ولادتك كان معاكي فلوس، ما رحتيش مستشفى زي دي وولدتي في مكان ادمي، انك ما تعرضتيش لكل القرف اللي احنا قريناه ده؟ هل جه في بالك، هل جه في بالك انك تحمدي ربنا انك ما شفتيش ده؟ ولا ايه الحاجات دي بتعدي كده؟ هل جه في بالك الحوادث اللي احنا بنقراها كل شويه نلاقي اطفال حصل فيهم حاجات؟ هل جربتي تحسي بنعمه ربنا عليكي انك ما شفتيش ده في ولادك؟ مش ده كل ده امتنان وكل دي نعم عايشين فيها؟ غير بقى النعم اصلا اللي في جسمنا واللي في بيتنا وان احنا عندنا سقف والكلام ده كله. بس حتى القرف اللي احنا عمالين نقراه طول اليوم ده، البنت اللي ماشيه في حالها وولد قذر مثلا برضو اتعدى عليها واتحرش عليها بطريقه مش كويسه، هل حمدتي ربنا انك ما تعرضتيش للموقف ده في يوم من الايام؟ دي كل دي نعم ما بتخرجكيش من الحاله النفسيه السيئه اللي انت فيها؟ يعني مش تقولي الحمد لله ان احنا ما بنشوفش كل ده؟ مش هقولك الفقراء اللي حوالينا، ولا يعني في حاجات كتير اصلا في حياتنا نورمال، بس حتى السوشيال ميديا دي مش ينفع ناخد منها ايجابيات؟ ان كل الحوادث اللي احنا بنشوفها، كل الناس اللي بتمر بازمات كبيره ما بتقدرش غير انها توصلها انها تعمل حاجه في نفسها، وهكذا. دي كل دي نعم في حياتنا احنا مش حاسين بيها، ان احنا ما وصلناش للقدر ده كله. ده كل ده اقعدي كده احمدي ربنا على كل حاجه فيكي هتهدي، ومهما كان عندك هيهون بجد. فسيبك بقى من كل حاجه وعيشي كده مع نفسك، اقعدي كده انشغلي فعلا بنفسك وحسي بكل نعمه انت فيها. حسي ان وقتك ده ثمين، انا مش هضيعه في التليفون مع دي ومع دي ومع دي ومع دي، لا. طب ما وقت المكالمه اللي بتحرق دمك دي وبترجعي تصلي الصلاه بسرعه، لا. انا انشغالي بنفسي اولويه دلوقتي، انا صلاتي اولويه، انا اذكاري اولويه، انا ان انا اقعد مع نفسي كده اهدى شويه. خدي بالك برضو مش كل حاجه لازم نحطها في حياتنا تفرغ الطاقه اللي فينا يكون ليها هدف. يعني انا مؤخرا بحب قوي اقعد اجيب اللوحات الدايموند دي مع بنتي واقعد اعملها لحد ما هي اتكومت عندي كتير قوي، كنت صورتها لكم قبل كده وهحاول اعرض لكم دلوقتي على الشاشه حاجات منها اللي مش عارفها. عندي كتير اصلا اتجمعوا كتير وكلها رسومات اطفال، حتى مش هعرف اعلقها في الشقه وما ملهاش هدف. يعني لو يعني فكرت ان ايه هدفي منها، مش هدفي حاجه، مش زينه، مش اي حاجه، لكن هي بجد بتفرغ طاقتي. لما بقعد اعملها بقوم من القعده دي وانا هاديه ومفرغه طاقتي ومبسوطه والكلام ده كله. فيبقى مش لازم يكون هدفك مادي، يعني مش لازم تكوني شايفه الهدف بعينك، لا. انت لو هدفك نفسك، وده برضو معنى الانشغال بالنفس، ان لو في حاجه بتهديكي من جوه وبتريح اعصابك وبتخليكي احسن، حتى لو هي انت مش شايفه لها اهداف ماديه بعينيكي، اعمليها. مش مهم، المهم ان انت نفسيتك هتبقى احسن. ما انا بقول لك عشان كده خلي نفسك اولويه، انت نفسيتك هتبقى احسن لما تعملي كده، يبقى تعملي كده.
ده تمام، ده حلو قوي، دي حاجه حلوه قوي ان انا اعملها. مش مهم ان انا يبقى شايفه مجهود. انا ساعات في الشتاء وصورت معاكم مثلا كوفيات كنت بعملها، انا ما بخرجش اصلا بكوفيات على فكره، يعني انا مش طبيعتي ان انا بحب انزل بيها في الشارع، مش عارفه يعني نادر. مش عارفه، بحب الحاجات العمليه اكتر وكده، مش بلبسها قوي. ومع ذلك كنت بعملها، لان انا لما بقعد القعده دي وبعمل الحاجات دي انا بتبسط. بعمل مفارش كروشيه، وانا مش شرط ان انا افرشها، انا عندي غيار وعندي يعني عندي حاجات فرشاها وعندي غيارات ليها عندي كده. بس انا بعملها عشان انا بتبسط بالقعده دي وبفرغ طاقتي بيها، بحس ان انا اهدى لما بخرج من القعده دي، بفرغ طاقتي فعلا فاعملها. مش لازم اكون حاجه انا محتاجاها على فكره، حطي نفسك اولويه في كده. الحاجه اللي هتبسطك اعمليها. خلي نفسك اولويه وانشغلي بنفسك انك تقولي انا نازله اتمشى، همشي. همشي لفكره المشي عشان جسمي عشان يبقى قوي. طب ليه راح تشتري حاجه، في حاجه ناقصه في البيت، راح تزوري حد، لا، عشاني انا عايزه امشي عشان انا جسمي محتاج يمشي، محتاجه المشي. سواء عضليا ان انت محتاجه تقوي جسمك، سواء ان هو اصلا بحس برضو ان انت مهما كان جواكي افكار سلبيه، حاجات ضغطاكي، الكلام ده كله، المشي بيهدي الكلام ده وبيفرغه اصلا من جواكي. دي كلها حاجات بسيطة. اصل الانشغال بالنفس لما حد بيسمعه بيفكر ان هو لازم ايه، يقعد يعمل حاجات كبيرة بقى، وهنعمل مشروع، هنفتح مشروع دلوقتي وهنكسب بقى ملايين بعدها. ما تدخليوش في السكة دي. فرغي روحك وطاقتك لفكرة السعادة. انا مش شرط يكون جاي من وراها منفعة مادية او منفعة مادية فلوس او منفعة حاجة قدامي. زي ما انا بقول لك اللوحة دي انا مش هعلقها اصلا، بس هي بتريحني لما بعملها عادي. ايه المشكلة لما اعملها؟ حتى لو صحبة معينة، يعني مش معنى كده انا بقولك انعزلي عن الناس خالص، بس لو في صحبة معينة في حياتك هي بتريحك نفسيا، اقعدي معاها برضو عادي. هم لو كويسين وانت واثقة فيهم وضمناهم والكلام ده كله وبتعلوا ببعض وهم صحبة صالحة، يبقى دي حاجة حلوة جدا برضو، اللي انا انشغل بنفسي ان انا اطور نفسي في وسطهم. هم لو الصحبة كلها عالية هنعلى مع بعض عادي، يبقى دي حلوة برضو. كتير مننا بيقول ان هو مش لاقي وقت للورد ومش لاقي وقت ان هو يقرا قرآن دلوقتي. بنقرا القرآن بالعافية في رمضان وبعد كده خلاص بننساه. طب انتي بتدخلي كده على السيتنج في موبايلك، لو دورتي هتلاقي مكان كده بيقول لك الوقت اللي انتي قعدتي فيه على الموبايل النهارده كام ساعه. جربتي تشوفي ان انتي قعدتي كام ساعه واتكسفتي انك ازاي مش قادره تخرجي منهم ربع ساعه بس تقري ورد؟ يعني كل واحده كده تخش في تليفونها دلوقتي تسيرش على المكان اللي عندها وتشوف ايه هي بتقعد على الموبايل كام ساعه. طب اتكسفي يعني ربع ساعه بس، انشغلي بنفسك ليه؟ لما انا هروح عند ربنا هيقول لي يعني قعدتي على الموبايل ولا هنتحاسب على الورد دلوقتي؟ فابقى رايحه، ما انا من كتر حبي لنفسي ان انا حتى ابقى عايزه رايحه، انا نفسي في ليفل معين اكون فيه في الاخره مثلا، فانا بسعى له من دلوقتي. انا عايزه ابقى في حته معينه، فانا المفروض ان انا اعمل لها من دلوقتي، ما انا اعمل لها امتى ولا حد هيعملها لي؟ ما هو انا انشغالك بنفسك هيلاقي لك بقى الوقت ده كله. هتقولي بقى لا لا لا، السوشيال ميديا ملهاش لازمه، لا العلاقات ملهاش لازمه، لا المكالمات ملهاش لازمه، لا الناس بقعد معاها بتحرق دمي، لا الكل حاجه ما بتعلنيش، لا الكل حاجه ما بتاثرش فيا تاثير ايجابي. اقري اي حاجه. انا كتير قوي بكلمكم على الكتب وعلى القرايه، اي حاجه انت بتحبيها اقري فيها، اقري على النت يا ستي، اقري، اشتري كتب، اعملي اي حاجه. في حاجات كتير قوي نعملها. حتى لو انا مش عارفه ايه اللي انا بحبه، ما ممكن انت مثلا اقول لك افتكري الهوايات اللي انت كنت بتحبيها زمان. ممكن انت شخصيا ما كانش عندك هوايات زمان، دلوقتي شوفي كل حاجة فيديو بيتكلم عن حاجة معينة، الحاجة دي أنا بحبها عايزة أجربها، طب أجربها برضو على فكرة، ممكن تجيبي وتجربي. يعني في حاجات كده ساعات في الأشغال اليدوية بجيبها وبفشل فيها أصلا وبكملهاش وبرجع أشوف سكة تانية وحاجة تانية. اعملي خرز، اعملي إكسسوارات، اعملي أي حاجة. الحاجات دي كلها مش فكرة إنها وحشة، لا بالعكس. طب أنا أقعد أتفرج على فيلم ولا على مسلسل لو هو كده كده بقى تضييع وقت وتفريغ لطاقتنا، ولا أقعد أعمل شوية خرز وشوية إكسسوارات وشوية تلوين وشوية الكلام ده؟ أكيد أنا مش هاخد ذنوب على الحاجات دي زي ما أنا أتفرج مثلا على الأفلام ولا على التلفزيون ولا على الكلام ده. فالكلام ده برضو كده مش وحش، حتى لو حاجه ما تستدفيهيش، اي حاجه انت ممكن تشغلي نفسك بيها. اشغلي نفسك ببيتك، ما تضغطيش نفسك في شغل البيت قوي، يعني مش تقومي تقلبي البيت كله فيبقى ضغط عليكي عبء، ولكن لا، كل ركن معين اقعدي تفنني ان ايه افضل طريقه ان انا انظمه، ايه الحاجات اللي انا اقدر استغنى عنها. امسكي حته كده بس كل يوم، خلي بيتك يوصل لاحسن صوره ممكنه انت ممكن توصلي له ليها عادي. ممكن ده حاجه برضو تشغلي نفسك بيها، كلها حاجات في امكانياتنا، كلها حاجات مش محتاجه خروج، مش محتاجه فلوس، مش محتاجه اي حاجه. خلي نفسك أولوية، هي ده اختصار الكلام. لو فكرتي في كل خطوة في حياتك انك تخلي نفسك أولوية بجد هترتاحي. حاجة ممكن تعمليها برضو وتبقى سهلة جدا، يعني أنا كان عندي الشاشة عندي التلفزيون كان في ريسيفر كده بيلت ان جواه، يعني فكان الريسيفر ده باظ. تمام، قعدت فترة كده ما كانش فيه أصلا قنوات تلفزيون خالص. جبت ريسيفر تاني خارجي، بس للأسف بقى مش لاقية لسه عليه ناشونال جيوغرافيك. القناة دي أنا كنت بحب أتفرج عليها،
هل انا مثلا بحب الحيوانات؟ لا، انا ما بحبش الحيوانات خالص. انا في الطبيعه عندي فوبيا من الحيوانات، عمري ما احب ان انا اجيب حيوان في بيتي، ولو قطه ولو ما اعرفش ايه، انا عندي فوبيا منهم، ما بعرفش اتعامل مع حيوان كده في الطبيعه. لكن كنت بحب اتفرج على الحاجات دي حتى من واحنا صغيرين، زي عالم الحيوان وزي العلم والايمان وزي الكلام ده كله. ليه بقى؟ الحاجات دي اصلا بحس ان انا لما بتفرج عليها بتقربك من ربنا، بتخليكي تقولي سبحان الله في كل كبيره وصغيره، لما بتخشي في تفاصيل حياتهم، بياكلوا ازاي، بيتعاملوا مع بعض ازاي، ما هم زينا بقى. فلما بتخشي كده في تفاصيلهم بجد بتطلعي، يعني بجد بتقولي سبحان الله، مش بتقوليها، بتبقى بتعلى جواكي، يعني بتحسي فعلا بمعنى الحمد لله وسبحان الله انه بيخلق التفاصيل دي بالالوان دي بالامم دي، بالكلام ده كله لما بتعيشي في تفاصيلهم. يعني لو جربتي مره حتى تتفرجي على الفيديوز بتاعتهم وتخشي في الدنيا دي، صدقيني نفسيا هترتاحي، الدنيا هتهون عليكي، هيعلى ايمانك بربنا قوي. الحاجات دي فعلا العلماء لما بيخشوا فيها بيعلوا ايمانهم، وفي ناس بتسلم، يعني ما يكونش بره الاسلام وبيدخل في الاسلام بسبب المعجزات اللي هو بيشوفها في الموضوع ده. فانت هتحسي فعلا ان حياتك هينه وان مشاكلك هينه قدام معجزات ربنا. حاجات بسيطه قوي ممكن تفضي دماغك بيها. فكره اما تبصي للسما، فكره اما تبصي للشارع وللجيران، اما تبصي لكل قصه ماشيه في الشارع، كل حد ماشي في الشارع دي قصه معينه، هتهدي وهتحمدي ربنا وهتنشغلي بنفسك بجد. يعني هتحسي انه لا، هتقولي على حياتك كلها الحمد لله بكل اللي فيها والله، وبكل تفاصيلها مهما كان فيها حاجات وحشه. ده كان فيديو النهارده يا بنات، واتمنى يكون افدتكم. وبس كده يا بنات، هسيب لكم كل اللينكات طبعا تحت الفيديو كالعاده. اتمنى انكم برضو تشوفوا كده باقي اللينكات بتاعتي. وبس كده، بحبكم في الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.